السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا الحرشه ديال الزنقه في الدار. كتجي هشيشه ومرمله والمذاق يا سلام. مكونات اللي سهله وبخطوات اللي غادي تجربوها بيوم وغادي تصدق لكم من اول تجربه ان شاء الله. شفتوا كيفاش كتجي هشيشه وتماما بحال اللي كتباع في الزنقه ولا احسن منها. فندوزو باش نشوفوا المقادير بالطريقه ونبداو بسم الله. فاول حاجه هنا غادي ناخذ هذا السميد الناعم، سميده رقيقه اللي كنحضروا بها الحرشه او البسبوسه. غادي ناخذوا منها قياس 3 ديال الكؤوس ونصف. هنا خديت لكم القياس بالكاس ديال العنبه، يكونوا الكيسان عامرين مزيان. كما شفتوا هنايا درت 3 الكيسان ونص. وغادي نزيد هنايا واحد المعلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الزبده. استعملت زبده ديال البواطه، ما ديروش المارغرين. وغادي نديرو نص كاس ما كاملش ديال الزيت اللي تقدروا تعوضوه بزيت الزيتون، يعني اللي ما كيبغيش هذا الزيت العادي تقدروا ديروا زيت الزيتون او ديروه مخلطين. وغادي نزيدو هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه مع معلقه صغيره تكون عامره ديال الخميرات الحلوه ولا نص خماره. انا هنا عبرت لكم بالمعلقه باش يكونوا المقادير مضبوطين. وهنا غادي ندير واحد طريف صغير ديال الخميره ديال الخبز، غير واحد شويه، ما تكتروش الخماره، هذا غير باش كتجي هشيشه. والحرشه ديال الزنقه راه كيديروا فيها الخميره ديال الخبز باش كتجي فتيه. صافي هنايا كنرملو مزيان داك السميده مع الزبده والزيت. خاص الحبيبات ديال السميده كلهم يتلبسوا بالزبده او الزيت. وصافي كنخليها واحد 3 دقائق تقريبا كترتاح. من بعد عاد غادي نزيدوا ليها واحد المعلقه صغيره ديال العسل اللي ممكن تعوضوها بالسكر. هنايا العسل غير باش كتجي الحرشه محمره. وكنبداو نجمعو بالحليب بارد، تقريبا واحد 3 كيسان ديال الحليب بارد، ما ديروش الحليب سخون. وكنبداو نجمعوه غير باطراف الاصابع، ما تعجنوهاش نهائيا، غير بالطرف ديال صبعانكم بحال هكا. وجمعوا بشويه وما تخدموهاش اكثر من دقيقه. صافي كنكمل هنايا الكميه ديال الحليب اللي بقات عندي، كنخلطو، كنتسناو عليها شويه كتشرب وكنعاودو عاوتاني نخلطو شويه. صافي غادي نخليها على جنب وندوز هنايا باش نوجد لهاد الخليط اللي غادي نكرس فيه الحرشه. درت شويه ديال السميده مع واحد المعلقه صغيره ديال السكر كلاصي وشويه ديال الزيت. كنرملو مزيان هذيك السميده، خاصه ما تجيش فازقه بزاف بالزيت، غير واحد شويه. كندهنوا هنايا المقله اللي غادي نطيبوا فيها بشويه ديال الزيت ولا الزبده على حسب المقله ديالكم واش كتلصق ولا لا، ولكن غالبا راها ما كتلصقش لان كندهنوا المقله بالزيت وحتى ديك السميده راه دايرين فيها الزيت، فما تخافوش ما غاديش تلصق لكم. هنايا السميده من بعد ما تشربت لينا مزيان داك الحليب غادي نجمعوها بيدنا بحال هذا الشكل هذا ونحطوها في المقله. وكنبداو نديرو يدنا في شويه ديال الماء غير عادي ما بارد وصافي. وكنبداو نطلقوا في الحرشه، ما ترشوش السميده من الاول لان كتعمر لكم الحرشه بالسميده وكتجي قاصحه من الداخل. فهذا هو السر ديال الحرشه باش كتجي فتيه وما كتجيش قاصحه. كنديرو يدنا في شويه ديال الماء وكنطلقوا الحرشه حتى كنساليوها، يعني حتى كنوصلوا للطرف ديال المقله. بالنسبه لهاد المقله فالقطر ديالها هو 28 سنتيم. انا هنا راه رققت الحرشه شويه حتى كتطلقوها تماما، يعني حتى كتحصلوا على الحجم اللي نتوما بغيتو. في الاخير عاد كنرشوا داك السميده اللي سبق لينا ودهناها بالزيت. علاش كندهنوها بالزيت؟ باش كتجي الحرشه هشيشه من الفوق، وكذلك السميده كتلصق لينا فوق العجين، ما كتبقاش كطير، المهم كتلصق مزيان فوق العجينه. صافي كنبداو نقادوها بحال هكا بطرف ديال صبعنا بهاد الطريقه هذه باش كتجينا الحرشه متساويه. وصافي كنتقبوها هنا بواحد الكوردون بحال تلقى منين تنفس الحرشه باش داك البخار يلقى منين يخرج. صافي كنحطوها على عافيه متوسطه حتى كتبان لينا تحمرات من الجهه التحتانيه وكنقلبوها على الجهه الاخرى. الا كانت المقله فيها شي سميده محروقه مسحوها وعاد عاودوا حطوا فيها الحرشه. وهذا هو الشكل ديال الحرشه كيفاش كيجي. قدموها مع العسل
والجبن كتجي لذيذه بزاف سواء الفطور او الكوتي. مهم جربوها بهذه الطريقه هذه، انا متاكده الا جربتوها غادي تصدق لكم من اول مره. المهم غير تبعوا الطريقه كيف ما وريتها لكم، ما تزقلوا حتى شي خطوه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه. خليتكم على خير، بسلام عليكم.